السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بقى نبدأ الفيديو ببركة بسم الله. النهاردة جبت اللي هو الورق اللاصق ده، فهعمله معاكم، هجربه معاكم. عايزين نشوف بقى هل الموضوع هينجح ولا لأ. مطلعني من الصوت، مش عارفة اصور منها. هل الموضوع هينجح ولا لأ؟ هنشوف مع بعض، وهشوف اذا كنا هنعرف نعمله ولا لأ. ويا رب النتيجة تكون حلوة يا رب. انا مرعوبة اساسا، بس ان شاء الله خير بإذن الله. الراجل بتاع الدهان اللي عمل لنا الشقة للأسف كان في كذا حيطة مش عجبانا، ما عملهاش كويس. في رسمة المفروض تترسم ما كملهاش. في دهان كده المفروض يبقى كله ساده، لا تحسوا فيه بقع. يعني لو انا اللي انا ما بفهمش حاجه دهنته كان هيبقى احسن بكتير. في كذا يعني دفوهات كده. ده غير ان هو طلع علينا قعد 6 شهور عشان يدهن الشقه، وفي الاخر ما طلعتش حلوه. ما علينا، الحمد لله. فجبت الورق الأصفر ده عشان شويه اغير. يعني بصوا انا هعمله هنا ورايا هنا اهو في البتاعه دي، عشان اغير شويه في الشقه اولا قبل الشتاء وكده، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه مع بعض. يا رب النتيجه تكون حلوه يا رب. يلا يلا بينا. بصوا بقى اهو. اهو بقى اشتريت منه كميه صغيره مش حامله غير الارض تحت اهو. واخترت اللون ده عشان فيه رمادي وفاتح كده وفيه بيج على الدهان، يعني عجبني بصراحه. وهنشوف ازاي هنعلقه مع بعض. ربنا يجيب احد بجد. يلا بينا. استني يا بنت، استني يا الله. كده هلم الدنيا معاكم كده، وهجر الكنبه دي بتاعه الانتريه. هي خفيفه يعني مش تقيله على فكره. السجاده اللي انا فرشاها اتقل من الكنبه والله. المهم طبعا لقيت حاجات لعب وكور واكياس، ولكني لسه قربت عليها ولا بكنسها. المهم بص انا مش هعمل كل الحيطه، او هي ما كملتش اساسا كل الحيطه. انا هروح اشتري تاني، بس مش عارفه بقى يعني هل هكملها وكده ولا لا. المهم انا عايزاكم تفضلوا معايا لغايه الاخر، لان في حاجات كتير يعني اتعلمت منها يعني. فاهمين؟ طبعا انا اول مره احط الورق ده معاكم، فكنت بص حطاه غلط اساسا. يعني انا حطاه بالطول، لا هو المفروض يتحط اساسا بالعرض. يعني الطوبه نفسها يبقى شكلها هي نايم مش واقف. انا هنا بصوا كنت معاكم مش مركزة خالص ان هي طويلة الشكل. كل اللي مركزة فيه بصوا ازاي، كل اللي مركزة فيه ان هو تبقى قد الحيطة نفسها كلها يعني. فاهمين؟ بس فقعدت كده وقعدت اشوف ومش مركزة. فهو ده اللي انا عايزة اقولكوا عليه. ركزوا، ما تبقاش الطوبة كده بالطول، لا خليها تبقى عريضة. انا هعدلها يعني بعد كده، هشوفها واعدلها. أم، اهو بصوا، عماله بقى ببص وكده مش واخده بالي اهو. لغايه دلوقتي ما خدتش بالي. دلوقتي انا بفك بقى الكهرباء، بما ان جوزي كهربائي يعني. فبحاول افك، بس كنت مرعوبه مع اني طافيه على فكره السلك. بس كنت خايفه برضو مش عارفه ليه. طلعتها اهو عشان اعمل يعني براحتي وكده. المهم بس ما عرفتش احطها بعد ما طلعتها، ما عرفتش احطها. استنيت جوزي لما يحطها لي، ولغايه دلوقتي ما حطهاش والله. انا هنا قصيت بقى. شوفوا كمان انا قصيت قبل ما انا يعني اخد بالي ان هي المفروض تتعمل هي ونايمه. فبرضو دي تاني غلطه. يعني المفروض ما اقصش اساسا، استنى اشوف الاول يعني. فاهمين؟ هنا بقى رحت ايه مسحت طبعا الاول. بقيت امسح بليفه وكده، وبعد كده امسح بقماشه. وبعد كده بعد ما امسح بالقماشه هجيب قماشه تاني يعني تانية ناشفه خالص كده ما فيهاش ولا اي حاجه، عشان امسح تاني. عشان لو كانت في ميه او كده ما يعني تخلي اللزق ما يلزقش. فعلى قد ما اقدر يعني حاولت ان انا الاول اغسله وبعدين امسحه بقماشه، وبعدين جبت قماشه تانية مسحتها خالص عشان اتاكد يعني ان هي ما فيهاش ميه. اهو بصوا بقى هنا بقى اللي اكتشفت. شفتوا؟ فدي من الحاجات اللي انتوا لازم تشوفوها. انا برضو جبت اللزق ده وحاولت ان انا اشوف المساحة وكده، ما قضيتش، بس فكرت في فكرة تانية يعني جاتني فكرة تانية برضو. من الحاجات اللي لازم تاخدي بالك منها المقاس. يعني تشوفي انتي ازاي هتحطي. بصوا يعني اللي جنبها دي
غلطت فيها. بص انا بقول لكم مش عارفه ايه ده. برضو رحت حطيت برضو فوق بعض عشان نشوف هتوصل لغايه فين. ورحت الحته اللي قصيتها في الاول دي، قلت احطها في الجنب هنا، نفعت يعني، حسيتها ان هي حتى مش باينه شويه يعني. هتشوفوها هتبقى حلوه. هنا بقى بصوا بوريكم ازاي. بما ان انا في الاول طلعت اهو، حطيتها من فوق كده، وبصوا ازاي يعني، بصوا حته حته كده بجرها حته حته. من الحاجات برضو اللي غلطت فيها ان انا ما طلعتهاش فوق قوي، يعني كنت سايبه حته مسافه كده فوق. لا المفروض تطلعيها على اخر ال آم، يعني اسمها ايه دي، اخر الوزر اسمها، مش عارفه اسمها ايه، بس اخر يعني ما ميبقاش في فراغ بينها ما بين الحيطه يعني. المهم انا هنا بقى ايه، حطيتها وكده، وسحبتها شويه 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 شويه. هنا بقى كنت بشوف المقاس الاول عشان اقطع، عشان ايه، يعني يبقى دي مفتوحه الكهرباء دي. فهو بصوا هنا بشوف كده، بحاول بقى ان انا يعني كنت عايزه ان انا ارفعها عن التانية. لقيت ان هي هتبقى رخمه، يعني اتنين مرفوعين وواحده، لا مش حلوة، لكن يعني هتبان. لكن لما اخليهم التلاتة سوا بعض يعني هتبقى عادية. ولما اجيب بقى اللي هو تحت، لو جبت، انا مش عارفة اذا كنت هجيبه ولا لا، لو جبت بقى باقي الحتة اللي تحت، ابقى احط عادي حتة صغيرة زي ما حطيت في الجنب يعني، وقطعت وحطيت في الجنب ما كانتش باينة. فدي برضو قلت هعملها واحط حتة صغيرة كده من فوق اهو. بصوا شوية شوية، وبعدين بنزل بقى ايه، بفضي هوا يعني، ما بخليش فيه هوا. الهوا شوية شوية هتلاقي اللزق كله بيطلع. لازم تفضي اللزق شوية شوية. هنا بقى من غلطتي بقى ان انا ايه، المفروض ان انا الاول يعني ارتب اموري الاول، احطها، اشوف الحروف بتاعتها واحطها حلو قوي، وبعد كده اسحب شويه شويه شويه. ليه؟ لان انا مش متمكنه يعني، عشان اشيلها مره واحده واعرف المسافه وكده. تالت حاجه البتاع ده بيتشد، ما ينفعش تشديه. لو شدديه يبقى انت كده بتدخلي له هوا، وهو مش هيثبت في الشد اساسا. لازم يبقى مرتاح، فاهمه؟ يعني حطيه في مكانه مرتاح. مش مثلا لقيتي فيه حته باينه او عايز يتجر شويه تقومي تشديها، لا لو شدتيها هتدخلي الهوا. لا ما تشديهاش، وسيبي الحته دي مفتوحه اقتربت. زي ما قلت لكم، ما تشديهاش. وسيبي الحته دي عادي باينه، مش هتبقى يعني مش هتبقى واضحه، عشان ما تبوظيش باقي اللزق كله. هنا بقى كنت بفرغ هوا، اشوف ازاي يعني، بحاول افرغ هوا. انا دخلت على كذا فيديو عشان اتعلم ازاي مثلا بيعملوه، ايه الصح ايه الغلط كده. لقيتهم على فكرة في ناس يعني عشان لو عايزاه ثابت قوي 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 قوي، بتقص طوبة من هنا وطوبة من هنا، يعني بتقصي طوبة من هنا اللي هي بتبقى في طوبة طويلة وطوبة صغيرة. انت بقى، هما بقى بيقصوا الطوبة الصغيرة من هنا والطوبة الصغيرة من هنا، وبيعملوهم بقى ايه يعني، بيحطوهم في بعض، بيلزقوهم في بعض عشان كمان، بس يا ماما عشان كمان يضمنوا ان هي مش هتطلع ابدا ولا هتبوظ وكده. بس انا بقى طبعا عملتها كده، انا ما عنديش وقت يعني. فانت لو حابة تثبتيها قوي، اعمليها كده يعني. انا عن نفسي لولا اولادي واطفالي وكده، كنت عملتها يعني، كنت فضيت مخي شوية وعملتها. المهم، بس هي كانت محتاجة يعني محتاجة تاني، فانا مكنتش حابة ان انا اروح اشتري تاني، مع اني والله اكيد هشتري، لان ما كملتش زي ما انتم شايفين للاخر. وهو قال لي يعني بصي، المتر تاخدي 2، يعني المتر عندك تاخدي 2. فانا بما ان دي يعني مش متر ولا متر ونص، لا دي متر و80 او متر و70 كده، فمش فما جاتش مظبوطة يعني. المهم بصوا، عايزة اوريكم بقى حاجة تانية، ان لازم تبقى دي مرتاحة ازاي. هفهمكم بقى، هقربها لكم هنا دلوقتي، وهفهمكم ازاي تبقى مرتاحة. يعني ما تقعديش تشدي فيها، لانك بتيجي تاني يوم الصبح تلاقيها بعدت وطلعت اهو.
بص انا بقى هعمل هنا غلطه اهو، او شايفين بشدها، لا مشدهاش، المفروض تنزل مرتاح طبعا لاني انا مش عارفه ولسه بتعلم. فتاني يوم الصبح لقيتها ايه بقى، الشده دي طلعت فدخلت الهواء. بصوا تعالوا كده انا هوريها لكم بالتفصيل دلوقتي، يلا بينا. واحده معايا، هاتي اللي هناك دي يا لولي. هاتي التليفون بتاعك. الو. بصوا بقى هنا هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوها. انا هنا بقى كنت بشوف الطوب يعني، اقلبها ولا اخليها كده، ولا يعني دي برضو من الحاجات اللي لازم تخلوا بالكم منها، عشان يعني يبان المنظر حلو، يعني مش ان هو فيه حاجة. هو حلو قوي ان هو مربعات كده مختلفة، فمش مش بيبان. بس برضو لو انتي حطيتيها وقلبتيها وكده هتلاقي لا بيفرق، يعني بتفرق لما يكون الطوب شبه بعض او الطوب مختلف. طبعا كل واحد زي ما بيحب يعني بيعمل، او زي ما هو شايف يعني. هنا بقى بصوا كنت قصيت عشان احط في الجنب، يعني كنت عايزة حاجة من الجنب فقصيت كده كده، لما هحط الكنبة مش هتبان. فقصيت بقى هنا، وبوريكم بقى ان انا ايه هقلبها، هخليها الحتة اللي انا قصيتها من تحت، وهحط دي. اديني بصوا ازاي بقى، برضو من الحاجات اللي غلطت فيها. هتلاقي كده حتة، ايوه الحتة دي اللي انا بشاور عليها، بحطها جنب بعض، لا المفروض احطها على فكرة، يعني مفيش مش جنب بعض، يعني لو تقدري تحطيهم على بعض حطيهم، بس مش على بعض قوي برضو عشان ما يبقاش فيه هوا. بس انا ليه بقول لكم كده، لان برضو تاني يوم الصبح يعني لقيتها ان هي سحبت، فهي مش باينة، بس انتي لما هتيجي بقى تاني يوم تحطيهم فوق بعض، وتاني يوم تلاقيها سحبت، هتلاقيها بقى مظبوطة تماما، يعني مفيش اي حاجة. انا برضو مفيش حاجة، بس يعني ليه تخليها تسحب؟ انا اللي نفع معايا اني انا لون الحيطة بيج، وهي فيها بيج، فما كانش باين، يعني ما كانتش باينة ان هي سحبت شوية وكده. اديني كنت بطلع بقى الهوا. بص انا شفت واحد بيعملها، طبعا هو شغال فيها، لقيته بيجيب حاجة كده وبيفضل اهو زي كده، بيفضل ما بين البتاع ده ويحطها ما بين الطوب ويمشي عليها كده. لاني برضو من اهم الحاجات ان انتي تفضي اي هوا من جوه على قد ما تقدري. هنا بقى كنت بشوف انه احسن اللي هتيجي، فلقيت ان التانية يعني هتبقى، بصوا حاساها هتبقى لايقة اكتر. شايفيني انا اقصد ايه؟ بس فقمت طلعتها على طول ولزقتها يعني. فهمت انا اقصد ايه، عشان كده بقول لكم خلوا بالكم، شوفوا انه هتبقى الطف، يعني هي الاتنين هيبقوا عادي مش باينين، بس بصوا هنا باينه الرمادي، في طوبه رمادي هنا مع رمادي هنا، وفي طوبه بيج هنا مع هنا البيج، فما كانتش باينه ان انا دي حطاها بالطول، لان انا دي اساسا حطاها بالطول مش بالعرض زي اللي عنده، بس لاني عملت القصة دي، فمش باين ان انا حطاها بالطول، هتشوفوا في الاخر هتبقى عادية خالص. هنا بقى برضو كنت غلطت، فبصوا شدتها. جيت تاني يوم بقى، يعني ما اقولكوش لقيت نصها اساسا نازل، يعني نصها واقع. فقررت ان انا لما اروح اجيب الباقي لو رحت جبته يعني، ابقى ابقى يعني اشيلها خالص واحط بدلها. هنا بقى كنت لسه ما سحبتهاش كلها الورقة عشان خاطر خفت لاحتاج تاني، فكنت هقص، فمرضتش اقص اسحبها الورقة كلها. لما لقيت ان انا مش محتاجة فرحت قمت ايه، سحبت الورقة ولزقتها. لولي انا الحمد لله ان هي اساسا كانت سايباني شويه. هنا بقى هلم بقى معاكم البتاع ده وهتشوفوا الشكل النهائي، والله روعه يعني بجد. يعني انصح اي حد لو انتي عايزه تجددي شقتك، عايزه تعملي حاجه ومش معاكي مبلغ يعني،
مفيش وقت. عندك مدارس وكده، حتى لو انت معاكي ظروف وعادي، بس عندك مدارس فمش هتبقي فاضية. فلا دي بصي مش هتاخد وقت، يعني انا دي يمكن اخدت وقت مني عشان اطفالي والله. انا كل شويه طبعا بروح ارضع النونا وبشوف لولي في سن يعني اكتشافات وتخريبات بقى وبتخرب وكده. فكل شويه كنت بفصل، يعني كل شويه كنت بفصل الكاميرا. انتي مش هتاخد معاكي ساعه بجد، خصوصا لو كان معاكي حد كبير او كان معاكي جوزك. انا كنت هنا لوحدي، يعني كنت لسه جايه بيها من بره وقمت عاملاها على طول. لاني كنت طبعا متشوقه ان انا اشوفها. بصوا بقى هنا المربعات عامله ازاي. انا كنت عايزه اوريكم هنا، بقول لكم ايه رايكم، كنت مبسوطه قوي. باين عليا الانبساط، مرضتش اعمل لكم صوت والله عشان ما تتريقوش عليا ان انا فرحانه قوي كده. بصوا الاسود، بصوا يعني لو لاحظتوا هتلاقوا ان انا في اللي فوق عاملاها الاسود ده عاملاها على ايدي الشمال اليمين، واللي تحته عاملاه عكسه، عشان مش عايزه ابين ان انا منظمه، يعني عايزاه يبين كده ان هو ملخبط كده. بصوا اللي هي الاتنين السود دول هتلاقيهم على ايديكم اليمين اتنين 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 اهو، واللي تحتها اتنين هنا واضحه. قمت في اخر واحده هنا قلبتها، فلما تعملوا عشوائي مش يعني مش هتبان، لكن لما تعملوها مظبوطة زي بعض لا هتبان ان انتي في حاجة اختلفتي فيها. فانا هنا بقى كنت اخر واحدة على ايدك اليمين مختلفة فيها، فللأسف يعني هي واضحة ليا انا، خلي بالكو يعني اي حد هيجي من بره مش هياخد باله، بس انا حابة ان انا اقولها لكم عشان انتوا تاخدوا بالكم منها بعد كده، بس مش اكتر. وعادي حتى لو اتلخبطتوا مش هتبان، هي ميزتها ان هي مربعات اساسا مختلفة فمش بيبان. هنا بقى كنت برضو جايبة مفرش جديد، بس ايه كنت جايباها كنب مش انتريه. ليه عملت كده وليه جبتها كنب؟ لان دي كانت جاهزة وسادة، وانا كنت عايزاها سادة لاني الانتريه زي ما انتوا شايفين مشجر. فكنت كنت عايزة حاجة سادة فملقتش، كله بقى مشجر وكده. هي حلوة دي جميلة، بس ايه سادة يعني ما فيهاش اللي هي المشجر ده، لان انا اصلا الانتريه بتاعي مشجر. بس خلي بالكوا بقى، لان انا لقيت ايه انا وبفرش، لقيت المفرش منقور يعني في نقرة كده. رجعته طبعا، يعني رجعته بعد كده والبنت اخدته وقالت لي هجيب لك غيره. لغايه دلوقتي ما جابتش، بس اكيد هتجيب لي يعني. وهجيب واحده بقى تالتة، وطلعت لي واحده تالتة طيب بالمره، عشان ايه اقسمها للكرسيين. ده الورقه دي كان عاملها صاحب جوزي للناس النسايه زي كده، لما بيروحوا الهايبر ويلاقوا بينسوا اساسا هم راحوا ليه اصلا. بس فعملها لي، يعني فيها لحوم، فيها انواع التوابل، فيها انواع الفراخ، فيها كل الانواع، المكرونات. هنا بقى هوريكم، بصوا برضو من قريب هوريكم ايه النقرة فين، يعني عشان تاخدوا بالكم برضو. بصوا انا كنت بفرشها عادي ولا ما شفتهاش اساسا، انا اول مرة اعرف ان هي ممكن يكون فيها غلطة او ممكن تكون منقورة اساسا. اهو بصوا اهي، شايفين؟ بس الحمد لله رجعتها يعني، وكده كده انا كنت هجيب واحدة تالتة منها عشان اقسمها للكراسي. هي اخدتها، لو ما كانتش اخدتها كانت هتبقى عادي برضه. انا قلت لها لو انتي مش عاوزاها يعني او هتخسر معاكي هاتيها. قالت لي لا انا برجعها للمصنع. انا كنت هقسمها لان انا كده كده هقسم للكرسيين، فقلت خلاص هقسمها هي دي بدل ما هي تتدبس فيها يا عيني وكده. وبكده ابقى خلصت معاكم الفيديو، وادي كده اخر حاجة وصلت لها. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم. واذا كنتي عايزة بقى تتفرجي على بقية التغييرات اللي انا هعملها في الشقة في المطبخ وفي بقية الشقة، يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. ويا ريت ما تنسينيش باللايك لو عجبك الفيديو. وشكرا لك يا حبيبة قلبي على وقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.